حبينا نتكلموا اليوم عن المغالطة اللي صارت البارح في قناة الشمال التونسي. المغالطة هذه فضيحة بأتم معنى الكلمة، ما فهمناش منها. مغالطة أخرى ولا اختراق آخر إنه ما سمعوش الطرف المقابل وما اتصلوش بينا باش نوضحوا الرؤية للشعب التونسي، وهو باش نوضحوها اليوم. جينا للاتحاد، جات النقابة باش تفاوض مع الأمين العام للاتحاد، وجينا اليوم باش نوضحوا الرؤية للشعب التونسي اللي مش هكا. احنا فني الطائرات رانا نخدموا بالزي هذايا راهو نشوفوا فيه. الزي هذايا ديفيرون عليهم، على في بوند حمراء وفي بوند صفراء. زي هذايا عطيتونا الاداره معمول به في العالم الكل، في تركيا في الخطوط السعوديه بارتو. نجم يدخلوا على جوجل الشعب التونسي ويشوف التكنيسيان افيون ولا المهندس الطائرات في اي كومباني في العالم يشوف. المغالطه اللي صارت البارح هذيك هي اللي جينا على خاطرها. تونيو هذا مش احنا السبب في الروتار نتاع الطيارات. الطيارات هما السبب في الروتار، احنا نمشيو باش نخدموا الطياره، هما ما يوافقوش انه باش نخدموا معاهم زي هذايا اللي كانوا ينجموا يلتجئوا لطرق وقوانين اداريه، كانوا ينجموا يعملوا تقارير، مش يعطلوا الركاب ويعطلوا مصلحه الشركه على خاطر الزي وعلى خاطر حاجات انترن اللي كانت نجم تتريقل في النيفو لادمينستراسيون. هذاك علاش احنا ما عندنا حتى سبب في الروتار اللي صاير في الطيارات. الفلوس والخسائر الكل يتحملوها هما، وباش يصير تحقيق بالحكايه هذيا. وجوسكا مانتنون الصباح صحابنا كيف مشاو باش يخدموا طيارات، ما خلاوهمش يخدموا طيارات ويعطلوا في الطياره بالساعتين وبالثلاثه. وهذا اللي حبيت نفسره للشعب التونسي. احنا راهو ميكانيك فني الطائرات، احنا جنود الخفاء راهم ما يعرفوناش برشا العباد. نخدموا في الليل، نخدموا في الشتاء، نخدموا بارتو، نخدموا في العياد. ما نجم حتى حد يطول علينا خاطر نخدموا في منطقه حدوديه في المطار. ان شاء الله يا ربي توليوا تجيونا وتشوفونا كيفاش نخدموا، تجيونا الاعلام للبيس غاديكا ولليني وتشوفونا كيفاش نخدموا، تشوفوا الظروف اللي يخدم فيها الفني الطائرات، وما نتكلموش لا طلبنا لا بفلوس ولا طلبنا حتى شيء. هذايا زي حبينا نوروا به الشركه ونوروا احنا والشركه، مش حتى حبينا نوروا به الشركه، وحبينا يواكبوا التطور في الكومباني في العالم الكل، والكومباني في العالم الكل يلبسوا هكا. احنا ما نبعدوش لبعيد، جينا طيارات، جينا تركيا، جينا الالجيريه، جينا الرويال، كلهم يجيونا لهنا وكلهم لابسين تونيات ويراو فيهم لابسين تونيات، ميكانسيان معاهم يجي لابسين تونيات، حتى حد ما يكلمهم. اش معناها احنا كي لبسنا التوني هذا معناتها ما فهمتش، معناتها عملنا الاكسبسيون، ما فهمتش انا معناتها شنو صار. اش بيهم ما يكلموش بيهم، هما كي يمشيو لبرا، كي تمشي طياره تونسيه لبرا يجيها ميكانسيان في بلايص ما يمشيش معاها ميكانسيان، يجيهم ميكانسيان في المانيا في فرنسا في كذا، يجيهم ميكانسيان باش يطلع يصلح له طياره يطلع بالتوني ما يكلموش. علاش لهنا صارت الاكسبسيون؟ علاش لبرا ما يكلموش؟ يزيدوا يعطلوا في الطياره. واكبر مغالطه صارت البارح، اول ما بدا يتكلم سي بوغلاب، وهو ما نحبش نقول ملقنينه، اما فما بوان دو في الحكايه، خاطر هو قال الميكانسيان اللي طلع على الفول اللي عمل روتار، الميكانسيان طلع باش يمشي مع الطياره باماكو دكار، باش يمشي مع دكار، دونك هو طلع باش يصحح له الطياره ويهبط على روحه، خاطر احنا ماناش نمشيو ميسيونات تو، موقفين على الميسيونات. اول ما صارت مشكله على الاسيستونس تكنيك وقفنا الميسيونات، طلع الميكانسيان جوست باش عمل دورته وطلع لفوق باش يصحح له الطياره ويهبط على روحه اللي هي ابت اون فول تكنيكمون. قال له ما طلعش الطياره، هبط على روحه. ولما مالغري سا احنا عملنا لقينا حل وسط، قلنا يا خويا هو يهبط جوست معناتها يطلع الميكانسيان يصحح الطياره وبعد يسالوا، قال لك هذا باش يطلع بالتونيو للطياره ما فماش مجال اكثر من هكا، ما نجموش نعملوا معاه حاجه اخرى. فما هيمنه من ميلاد الشركه الخطوط التونسيه، فما هيمنه للإكيباج وتغول كبير ياسر دي تل فاسون انه اموال شركه الخطوط التونسيه تمشي معظمها ليهم هما 32% مثلا، توصل تمشي لهم اليوم هما. احنا اللي يحكيو احنا عطلنا الطياره، هو وصل احنا ما عطلناهاش على الدنيا، على خاطر كيما قال زميلي كان يلزم يعمل رابور، ما غير اللي يعطل الطياره وما يوقفها، يوصل هو يوقف الطياره بالساعتين ويعطل الركاب على كعبه ديسير تفاحة ولا كعبة بركدان، يعطل عليها الطيارة ويوقفها الطيارة والباساجير يقعدوا يستنوا فيه، وبعد تصير مغالطة في الانونس في وسط الطيارة، مغالطة انه فما عطب فني الروتار ولا خارج عن نطاقنا، العطل هذايا ولا التعطيل هذا خارج عن نطاقنا، هذا الكل احنا ما حبيناش نحكيوه المرة الأولى، فهمتني ولا؟ مي هذا هو
الموجود خويا. هما توا كي يراو الفني الطائرات انه دو تيل فاسون طبق القانون وبنورم عالميه، فهمتني ولا؟ غضتهم كيفاش ميكانسيا يخرج من تحت يديهم بلغه اخرى، معناها بلغه اخرى يحكيوا باش يا ذبانه ما فما في الدنيا كان انا. هذه هي ليكيباج نتاعنا. ليكيباج في التونسيات تمشي خويا للقطريه، شوف ليكيباج كيفاش القطريه. هما البارح جبنا قانون حتى باش يطلب اوتيس باش ياخذ كاس ماء بالقانون، ياخذ كاس ماء